عايز تفتكر نجاحك وتفتخر بيه دايما، بعد ما تحقق هدفك ما تنساش تسجله بالطريقة اللي تخليك تحس بالإنجاز وتستعد للنجاحات الجاية. يعني سجل كل حاجة، ايه هو الهدف، ازاي، وامتى حصل النجاح ده. التسجيل ده مش بس بيخليك تتابع، لكنه كمان بيشجعك تتقدم أكتر وأكتر. ممكن تبدأ بتصوير فيديو لنفسك وانت بتحكي عن تجربة نجاحك، تحكي فيها كل حاجة، التحديات اللي قابلتك والفرحة اللي حسيتها لما وصلت لهدفك. ولما تضيف صور وفيديوهات صغيرة من رحلتك من الأيام اللي اشتغلت فيها بجد، ده هيخلي الفيديو مش بس توثيق لكن كمان مصدر إلهام لنفسك. التوثيق ده ليه أهمية كبيرة؟ لأنه بيخليك تفتكر قد إيه أنت قوي وقدرت تحقق. بيخلي عندك مرجع كامل ليك للتعلم من النقاط اللي نجحت فيها أو حتى من أخطائك. بيديلك طاقة وحافز تستمر وتحقق نجاحات أكبر. بيساعدك تكون واعي لتقدمك وتطورك، وده بيخليك تاخد خطوات مدروسة في المستقبل. ممكن تستخدم طرق مختلفة للتوثيق، زي دفتر تسجيل بسيط، تسجيل صوت، فيديوهات قصيرة، أو حتى منشورات على السوشيال ميديا. التوثيق ده مش بس بيكون ذكرى حلوة، ده كمان بيساعدك تعرف انت وصلت لفين، وبقى عندك هدف من النجاحات اللي بتشجعك تحقق أكتر وأكتر يوم ورا يوم. لما تحتفل بإنجازاتك بتدي لنفسك حقك في النجاح. البداية بتكون أنا حققت ده، بتكرر الكلمة دي لنفسك وتثبتها بالتسجيل، وهتلاقي نفسك بتتقدم يوم ورا يوم وبتحقق نجاحات أكبر وأحلام أوسع. سجل نجاحاتك وما تخليهاش تفوتك، لأنها كنز بيكبر معاك في كل وقت. دي بداية طريق جديد لنجاحات مش بس بتحققها، لكن كمان بتحافظ عليها وتستمتع بيها.